السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وغوصات جديدة. معكم سيهام من قناة شافي داري، وإن شاء الله تكونوا كامل بخير. جبت لكم اليوم لي طرونش باتيسري بذوق الشوكولا بلا ما تستعملوا الشوكولا، بطريقة جد سهلة وبمقادير متوفرة وبسيطة. حنخدموا مع بعضنا لي طرونش باتيسري خفاف وبنان ما تيماجينيوش كيفاش. ما نطولش عليكم ونروحوا نديروهم كيف مي قبل ما نبداو صليوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساوناش بالابوني والجيم وفعلوا الجرس باش كل ما نحطوا غوصات جديده تقدروا تشوفوها. في لاغوصات نتاع اليوم نحتاجو كاس زيت، كاس سكر، كاس فرينه، كاس حليب، نص كاس كاكاو بني، زوج حبات بيض، مورف صغيره لافاني، رشه ملح، زائد كيس خميره كيميائيه. نقولوا بسم الله ونبداو في طريقه التحضير. في لاغوصات نتاع اليوم حنستعملوا الميكسور، عليها انا جبت هذا الطاس وحنخدموا فيه لاصوص شوكولا هي الاولى. درت فيه كاس سكر، زايد نص كاس كاكاو اللي صفيته من قبل، واتونسيون ديروه بلا ما تصفوه. زدت عليهم كاس حليب وجبت الميكسور وبديت نضرب فيهم نورمال. نضربهم لحوالي 30 ثانيه، من بعد نبدا نزيد في كاس الزيت تدريجيا. نلوح شويه وندرب شويه وندرب حتى نكمل كاس الزيت كامل. مع تكملوه حتبداو تلاحظوا بلي لاصوص وشوكولا نتاعنا بدات تتقال، دونك زيدوا ضربوها شويه حوالي دقيقه برك حتى تتحصلوا على هذا القوام المتماسك. نحي الميكسور ونحطوه بجهه، وهنا ما كان لا تغسلوه خاطر مازال حنخدم به. دوكا نجيبوا هاد لاصوص نتاعنا ونقسموا الكونتيتي على 3 غير بعينكم ميزانكم. نقسموها على 3، نحو منها ثلثين، نديروا هذوك الثلثين في غيسيبيون، والثلث اللي بقى لنا نغطوه ونخلوه في الفريجيدار حنحتاجوه من بعد. ودرك هاد لاصوص اللي درتها في الغيسيبيون نزيدوا عليها زوج حبات بيض ونضربوها بالميكسور. كي تبداو تلاحظوا باللي عاودت خفافت وطلقت روحها نحو الميكسور ونكملوا غير بالمغرف ولا سباتول. نزيد عليهم ملعقه صغيره نتاع لافاني زائد رشه ملح، وهنا لافاني اختياريه خاطر جينيرالمون كي نديروا الكاكاو ريحه البيض ماهيش حتبان ولافاني ما عندها ما دير. نزيدوا عليهم كاس فرينه اللي صفيتها من قبل، واخر حاجه نزيدوها هي كيس خميره كيميائيه. نضيفوها ونخلطوا كلش مليح. وكما راكم تشوفوا انا هنا نحيت سباتول وجبت فوي خلطت به مليح هكا باش نتاكد بلي المكونات كامل تخلطت بيان. درك جبت سنيوه اللي حنطيب فيها واللي كنت دهنتها بالزيت ورشيتها بالفرينه من قبل. لحت فيها الخليط نتاعي، وبالمناسبه حجم السنيوه اللي استعملتها هنا هو 30 على 22 سنتيمتر. مور ما لحت الخليط خبطت السنيوه نتاعي زوج خبطات كما راكم تشوفوا، من بعد جبت كوردون وفوته بهذه الطريقه على كامل الخليط هكا باش الفقاعات اللي كانوا فيه كامل يخرجوا وما تجيكم الجهه طالعه على جهه. دخلتها للفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة، طيبتها من تحت وكي بداو الجوانب يحماروا شعلت لها من الفوق. خدات لي حوالي ربع ساعة حتى 20 دقيقة طياب، ودركا نخلوها هكا في سنيوتها حتى تبرد، نحتاجها باردة تماما. ما بيتبرد لنا لا طاخت نتاعنا نجيبو نطلعو الشونتيي، وهنا نحتاجو كاس بودرة الشونتيي مع كاس غير ربع نتاع حليب بارد جدا. نلوحو الشونتيي هي الاولى، وبالنسبه للحليب نلوحو غير نصف الكميه مع الاول خاطر ساعات نطيحو في شونتيي عيانه وما تطلع لناش مليح. دونك ندرب الشونتيي غير مع نصف الكميه نتاع الحليب، وكي نشوفها بدات تطلع نكمل الكميه نتاع الحليب اللي قعدت حتى يتضاعف لنا الحجم ونتحصلوا على كريمه ناعمه وما فيهاش حبيبات. هنا نجيبوا هذيك لاصوص شوكولا اللي خبيناها من قبل ونحو منها قيس زوج مغارف كبار ونعاودوا نخبوا الباقي. قلنا نحو زوج مغارف كبار نضيفوهم للشونتيي اللي طلعناها ونضربوهم كيف حتى يتجانسوا، ومن بعد نلوحوهم فوق لاطاخت نتاعنا اللي بردت. وهنا نعاود ناكد عليكم لازم لاطاخت نتاعنا تكون بردت تماما، سينو هاد الشونتيي اللي طلعناها حتعاود تذوب. نلوحو كامل الكونتيتي اللي عندنا ونوزعوها بالتساوي فوق لاطاخت، من بعد نجيب كوبات ولا سباتول ونليسيها من الفوق. وهنا كاستيوس اذا عياتكم لا شونتيي وحسيتوها ما حبتش تتليسا بالطبع، شمخوا الكوبات بالماء، انفضوها مليح وكملوا الخدمه بها. وهنا حتلاحظوا فرق كبير وحتتحصلوا على سطح املس ومليسي في الشباب. وكي كملت دخلت سنيوه نتاعي للفريجيدار باش الشونتيي تعاود تشد روحها، ولا ما كانش عندكم الوقت دخلوها للكونجيلاتور حوالي 5 دقائق 10 دقائق وعاودوا جبدوها اخدموا بها.
جبت لاصوص شوكولا اللي خدمتها في الاول وخففتها بربع مغارف نتاع حليب، وهنا كمية الحليب تقعد اختيارية ليكم، يعني على حسب القوام اللي حبيتوه. مثلا اذا حبيتوها تقعد ثقيلة تقدروا تخلوها هكا ولا تخفوها غير بمغرف ولا زوج، ولا حبيتوها تطلق شوية روحها تقدروا تزيدوا لها حتى 3 4 ولا اكثر. وللامانة انا هنا زدت ضفت عليها مغرف كبيرة نتاع شوكولا اتغتيني، وزدتها غير باش نعزز البنه نتاع الشوكولا. اذا ما حبيتوش ديروها ما كاش كامل مشكل، وحتقعد لاصوص نتاعكم بنينه. خلطها مليح وزدتها فوق طبقه الشونتيي، وهنا كما راكم تشوفوا هي راهي تمشي وحدها، ما تحتاجش مني نمشيها، قاعد برك نميل في سنيوه حتى توزعت لي كامل. درك عاود دخلتها 10 دقائق واحد اخرين للكونجيلاتور باش لاصوص وشوكولا تزيد تحكم روحها. من بعد عاود خرجتها باش نزينها قدامكم، ودايما كما نقول لكم التزيين اختياري. انا حبيتها تقعد لي سامبل. صافي جبت هذا الملمع الذهبي ونحيت منه شويه درته في طبسي، جبت بانسو وبديت نهز من الطبسي ونرش فوق لاطاغت نتاعي كما راكم تشوفوا. تقدروا ديروا كما درت انا ولا تزينوها بلي فخوي ولا ديروا وردات نتاع شونتيي، يعني كما حبيتوا. المهم انه انا ناكد لكم بلي حتحصلوا على دي طرونش باتيسري خفاف وبنان على الاخر، متكونين من 3 طبقات، طبقاتها مفروزين ويبانوا في التقطاع. وهذه هي لاغوسات نتاع اليوم، يعني ننصحكم بها، حيحبوها كبار وصغار، خدمتها خفيفه وناجحه 100%. نتمنى تجربوها وباذن الله ما تندموش. وفي الاخر ما لي غير نقول لكم شاهدكم في الجنه ان شاء الله. واذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوناش بالابوني والجيم وفعلوا الجرس باش كل ما نحطوا غوصات جديده تقدروا تشوفوها. واذا حبيتونا نديرو كاش غوصات خليوها لنا في لي كومونتير. وسلام.